مدحت فقوسة ورث حب المصري مبكرا لانتمائه لعائلة خدمت النادي الكبير منذ تأسيسه عام 1920. ابتديت في بورسعيد طبعا على شاطئ بورسعيد، وبعدين أشبال النادي المصري، وبعدين الفريق الأول للنادي المصري لمدة 2 سنين. بعدها دخلت كلية طيران دفعة 20 طيران ولعبت لنادي الطيران. بعدها سبت الكلية ورحت تربية رياضية ورحت النادي الأهلي. كابتن عبد الصالح الوحش هو اللي اختارني عشان ألعب للأهلي، ومشيت من النادي الأهلي على الكويت محترف وعلى الإمارات محترف، ورجعت تاني لعبت مع النادي المصري سنة كده في الأواخر، وبعدين بدأت مجال التدريب. فقوسة غادر مصر ولعب للتضامن الكويتي وأبو ظبي الإماراتي في النصف الأول من حقبة السبعينات، ثم عاد للمصري مجددا واعتزل في صفوفه عام 75. كل نادي أنا رحته لعبت فيه، يعني الواحد لما بيروح نادي بيقعد يكافح عشان يلعب. أنا لما بروح أي نادي كنت الحمد لله بلعب على طول، لأن أنا كنت أجيد اللعب بالرجلين الاتنين وبضربات الرأس وألعاب الهوا، كنت شويت جامد جدا. فأنا كل فرقة رحتها لعبت فيها الحمد لله يعني، وده كان بعتبره إنجاز، وما كانش في معوقات بالنسبة لي بالنسبة لهذا الكلام. بعد اعتزاله حصل على دراسات تدريبية وتولى تدريب فرق الناشئين والشباب في المصري. دربت أشبال النادي المصري، وبعدين دربت الفريق الأول النادي المصري مع بوشكاش، وحل المصري ثالثا في الدوري بعد الأهلي والزمالك. سبت المصري ودربت المريخ البورسعيدي، وكان مسمينه الحصان الأسود في الفترة دي. فقوسة ابن البلد خفيف الظل. كنا مرة بنلعب الترسانة في ملعب الترسانة، والحكم مبهدلنا، كل حاجة بيصفر علينا، فالجمهور بيهيص والجمهور بيهيص، رحت شاتم أنا الحكم، فراح الجمهور ساكت وأنا بشتم، فالراجل سمع الشتمة وجا جري وبيطلع كارت أحمر من جيبه. جنبي كان قاعد مسعد نور نجم مصر والنادي المصري، فببص له قال لي بلاش أنا كابتن. فرحت قايم بقى الميمة، قلت له مش عيب عليك تشتم حكم عظيم زي دون؟ راح مديله كارت أحمر وطرده، واخد فيها 3 شهور وقف. يقول لي انا يا كابتن، قلت له انا اللي هطرد. عاد لمنطقة الخليج كمدرب مع نادي الرائد السعودي مرتين في الثمانينات. رحت النادي الرائد السعودي وحققت معاه المركز الأول، وبعدين رحت رجعت مسكت النادي المصري لوحدي ووصلت لنهائي كاس مصر، وللأسف انهزمنا في المباراة النهائية. والنادي وصل في فترة الثمانينات 3 مرات، مرة مع بوشكاش، مرة مع عادل الجزار، مرة معايا لنهائي. لكن النادي المصري خد كاس مصر سنة 98. مع المنتخب العسكري الذي أشرف عليه عام 93 قاد ابن المدينة الباسلة الفريق للفوز بالكأس العالم بالمغرب لأول مرة في تاريخ مصر. مسكت المنتخب العسكري المصري لأحقق معه أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية وهو بطولة العالم العسكرية للكرة المصرية في المغرب سنة 93. وده هذا اليوم أنا بعتبره يوم عيد ميلادي. النادي المصري اتظلم في هذا الموضوع ظلم مبين، وما عملوش حاجة صراحة، لا النادي المصري ولا جمهوره. ودي كانت مؤامرة على بورسعيد واتعملت صح علينا، لكن أنا بقول إن ربنا كل شوية بيظهر الحقائق. وشعب بورسعيد شعب باسل وشعب عظيم، والدنيا كلها قامت له في يوم من الأيام. كان رومانسي، أنا صريح، كان رومانسي. ويمكن ده هو بحكم بقى التعود، بحكم يعني السنين زواجنا الطويلة، لكن أنا ما زلت رومانسية وما زلت دايما بمد إيدي للتجديد في كل الأوقات. ما حدش يصدق إن الكابتن مدحت اللي هو اللي بيضحك كده ودمه خفيف كده، إنه لما بيزعل بيتقلب مش 180 درجة، لا 360 درجة. ولذلك برضو أنا بحب برضو ما زعلوش علشان خاطر أتجنب إن أنا أشوفه في الصورة ده. هي الناس كلها هنا بتحبه، ما فيش خلاف يعني عليه، يعني إذا كان هو أخوه كابتن ممدوح ولا والده الحاج فقوسة الكبير، دول يعني من معالم الكرة في بورسعيد والنادي المصري. كابتن مدحت ربنا يعفى عنه، واحنا النهارده كنا عنده
ابن من ابناء بورسعيد، ما بيسيبش اي واحد من بورسعيد في اي موقف في اي حاجه. واحنا بنقول يا رب يتم شفاك على خير يا كابتن، وربنا يا رب ما يحرمنا منك يا رب، وانت ابن نكته. كابتن مدحت متربي ويانا هنا هوت، وكنا يعني قبل ما يتبنى العماير دي كنا بنلعب كوره هنا هوت ويانا، مفيش اي حاجه يعني. وبيته موجود هنا اهو، بيت والدته والده الله يرحمه الحاج سيد فقوسه، يعني عشرة عمر مش النهارده ولا امبارح. ليلة